اللهم إنك كريم عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب. اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبايب قلبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال من مصر ومن خارج مصر. أتمنى قبل ما نبدأ الفيديو متنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ولايك وشير وتفعيل زر الاشتراك عشان يصلكم كل جديد إن شاء الله. النهاردة بقى هعمل معاكم فضلة خيركم كده كوسة بالحمص، طبعا معاها ديكربات. اول حاجه بقى اقشر الكوسه الاول، هولع الوقت على النار على الديكور البط على ما اجهز الكوسه. انا يا حبيبي رفعت على النار طبعا، شوحته وبعد كده نزلت عليه بالميه. طبعا لسه محطتش ميه كتير. حطيت ليمون، طماطم، بصل، فلفل اسمر، ورق لوري، حبهان، ملح. انا بقى حطيت عليه الميه وبقى اسيبه عشان يبدأ يغلي ويستوي نفسه كده بالشكل ده. بقى يا حبيبي الكوسة بعد ما قشرتها اقطعها دلوقتي، وكمان الحمص نقعته وغسلته كويس ونقعته في مية، لازم تنقعيه ما بيتنقع قبل ما بتحطيه مع الكوسة بيستوى معاكي بسرعة وبيفتح بيبقى حلو، مش بيغيب معاك في السوا، بيستوى مع الكوسة. وده كمان عصير الطماطم. هنا يا حبايبي في حلة على النار بشرت بصلة ومعلقة سمنة بتاعت تتشوح، ومعاها فصين توم. بس بعد ما البصلة تتشوح هنزل بفصين التوم، وبعد كده بنزل بالكوسة. وهنا ما شاء الله الدكر على النار اهوت بيغلي. وهنا الكوسة بعد ما قطعتها، حابة تقطعيها حلقان دواير عادي، حابة تقسميها 2 زي ما انا عاملاها كده، زي ما انت حابة يعني. انا حبايبي نزلت بمعلقة الثوم، وانزل بقى بالكوسة بسم الله. كمان هنزل بالحمص، سيبهم بقى تشويحة. بعد كده ننزل بعصير الطماطم، لو موجود فول مفصص ومفيش حمص تحط فول مفصص، الموجود يعني ده او ده، الاتنين بيمشوا عندي. من هنا بقى حطيت البهارات ملح وفلفل اسمر، هحط عليها بقى الشطة. هنشوف بقى كده بعد ما تشوحت ننزل بقى بعصير الطماطم. بسم الله يا حبايبي. سيبها بقى تاخد وتدي مع بعضها. انا بقى يا حبايبي بعد ما نشفت شربت الطماطم بالشكل ده، سيبها تنشف كمان شوية. وبعد كده هنزل الأول بكوباية مية قبل ما أزود من الشوربة علشان الطبيخ بتاعي يفضل لونه أحمر ورد وجميل. تعالوا هنا بقى نشوف البط بتاعنا، ده كان البط.
يعني تقريبا قرب يستوي. المعلقة نزلت معايا اهي، فهو قرب يستوى ان شاء الله. وطبعا معايا الشيبسي من الرز. طبعا اعمل معاها الرز بشعرية، يمشي معاها الاتنين، رز ابيض رز بشعرية اي حاجة يعني. بقى معايا على النار معلقة سمنة عشان احمر الشعرية. معايا كمان هنا الشعرية يا حبايبي، نزلت بالشعرية احمرها بقى لحد ما تاخد اللون الذهبي معايا. بعد كده انزل عليها بالرز. هنا بقى الشعرية بدأت تاخد لون معايا اهوت. هنا بقى الكوسة نشفت خالص، هنزل بقى بكوباية مية. بسم الله الرحمن الرحيم. تاخد غلوة بالمية وبعد كده بقى هنزل عليها بالشوربة. كده يبقى بقى نزلت بالرز وخدت تشويحة مع الشعرية، هنزل بقى بالمية. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بقى يا حبايبي اغطي عليه يغلي. هنا بقى هزود الكوسة بالشوربة. يا حبايبي زودتها بقى، زودتها. يا حبيبي الدكر بتاعي بعدين استوى ما شاء الله، اللهم بارك. طبعا دينا الشوربة ان شاء الله شوربته سمين. كمان هنا الكوسة بتاعتي بعد ما اتسبكت. وهنا كمان رز بشعرية. كمان الشيبسي. بقى بتحمر معلقة سمنة في الجريل بتاعنا، حطينا قطعت البيض 4 وبحمره زي ما انتم شايفين كده. ادي يا حبايبي البط بعد ما اتحمر. ما شاء الله ما شاء الله.